ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وفيديو جديد مع محمد حامد. وفيديوين النهارده عن الفانتازي، وزي ما مكتوب في العنوان ان انت ما تغلطش غلطتي او اوعى تغلط غلطتي. وايه هي الغلطه اللي انا عملتها؟ ودي اكتر غلطه انا عملتها في تاريخ الفانتازي كلها من 6-7 سنين. دي اكتر غلطه او اكبر غلطه انا عملتها تقريبا، والغلطه دي بتقللك في الرانك جدا، والغلطه دي فعلا بتوقعك توقيعه وحشه جدا. وهما نقطتين مهمين جدا قلت ان انا لازم اطلع اتكلم عليهم، وفي نقطه هي الاهم تقريبا منهم او اهم من التانية بكتير. بس قبل ما نخش الفيديو يا شباب، لسه مش عملت اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نخش الفيديو تاني، مننساش ان احنا ندعي اخواتنا في فلسطين، ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وان ربنا يحميهم، وربنا يعمي عين اليهود من عليهم. ونخش في الفيديو. واحد بس بيلعب تقريبا بقاله 6 أو 7 سنين او اكتر في اللعبه، ممكن يكون اقل من ناس كتير فعلا بتلعب في اللعبه. بس فعلا دي او الغلطه اللي انا عملتها في السيزون ده بالذات، دي غلطه من اكبر الغلطات اللي انا عملتها. انا كنت الغلطه دي انا كنت بعملها في الموسم اللي فاتت كتير، بس كان ممكن متاخر. بس انا المره دي عملتها بدري وبداتها بدري جدا. في نقطه قبل ما اتكلم في الغلطه دي، وهي الغلطه الاهم، في نقطه تانية لازم اتكلم فيها. نقطه ان انت اللاعب اللي بتالق بتروح جايبه على طول. اول ما لاعب يتالق، مثلا سون تالق مثلا في الجوله الثالثه، تروح جايب سون على طول في الجوله الرابعه. ستيرلينج مثلا تالق في الجوله الثانيه، تروح جايبه على طول في الجوله الثالثه. صلاح تالق في الجوله مثلا الرابعه. هو صلاح الوحيد تقريبا اللي في الموسم او في الجولات كلها الوحيد اللي ما طلعش بلانك غير جوله واحده. بس مثلا فلان مثلا ستيرلينج مثلا ارنولد مثلا تالق في الجوله، تيجي الجوله اللي بعديها يبقى اكتر حد الناس اشتريته في كلها في الجوله مثلا الرابعه، تلاقيه مثلا ارنولد، وهكذا. فاهمين؟ فاللي هو اللاعب الاكتر شراء في الجوله ده ابعد عنه، ان اللاعب ده في الثمان جولات اللي فاتت ده اثبت ان هو ما بيعملش حاجه في الجوله اللي بعديها. يعني اكتر حد في الجوله اللي جايه الشراء للجوله التاسعه هو واتكنز. فانت لازم تاخد بالك ان واتكنز ممكن ما يعملش حاجه عادي. وده اثبت في كل الجولات الثامنه اللي فاتت، ان اكتر لاعب بيتم شراؤه للجوله اللي بعديها اللاعب ده ما بيعملش حاجه. وتاني حاجه كنت عايز اتكلم عليها، ودي فعلا اكبر غلطه الواحد عملها، وهي السالب. السالب يا شباب بيأثر بتأثير مش طبيعي. السوالب بتأثر بتأثير مش طبيعي. انا الى الان في 8 جولات عامل سالب 20. تخيل غير روميرو اللي سلبني سالب 2 في الجوله، اللي دخل فيه جون في نفسه واتحسب عليه ضربه جزاء وخد انذار، وكان ناقص بس يعمل حمام في الملعب. الجوله دي كنت عامل سالب 8، وهو اصلا مديني كمان سالب 2 ادي سالب 10، وانا توتال الى الان في 8 جولات عامل سالب 20. سالب 20 سالب. انت السالب الواحد السالب 4 والسالب الواحد بينزلك ممكن ماكسيموم مثلا فوق ال 300 او 400 الف واحد. وانت بتحسبها بطريقه تانية كمان، هل اللعيبه اللي انت عملت عشانهم السالب دول، هل اللعيبه دي عملت لك حاجه؟ هل اللعيبه دي عوضت لك السالب؟ فاللعيبه دي لو ما عملتش السالب فانت ملهاش لازمه، انت كده عملت سالب على الفاضي. حتى لو عوضوا لك برده السالب بيفرق معاك جدا في الرانك العالمي. السالب فعلا بيفرق فرق مش طبيعي. انا السالب 20 دي لو حسبت ماكسيموم كده، مثلا السالب الواحد اللي هو السالب 4 ده هيعمل معاك مثلا كام؟ مثلا 300 او 400 الف. فتخيل بقى السالب 20 ده مثلا ممكن يكون نزلني مثلا مليون ونص. فاهمين؟ فهو لا، السالب بيفرق فشخ، وده اللي انا كنت عايز اطلع اتكلم فيه. نقطتين مهمين جدا ان انا اطلع اتكلم عليهم قبل ما نتكلم في ملخص الجوله 9 وهنعمل ايه وهنجيب مين وتوقعات. وده بكره انتظروا الحلقه. باشا بكون خلصنا الحلقه. ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد، وبلاش تعمل سوالف. سلام.